ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. الفيديو ده بالتعاون مع كذا قناة كده حلوين. بيعملوا حاجات مفيدة جدا للبشرة وسكين كير وميك اب، بالتعاون مع آية حسن وفراولاية وجرمين وسومة وشيري. ويا ريت بعد ما تخلصوا الفيديو تروح على القناه بتاعتهم، برضك عاملين زي سكين كير ومزودين شويه ماسكات بقى وكده. خشوا على قنواتهم كده وشوفوا الفيديو اللي هم عاملينه، ان شاء الله تستفادوا منهم. قبل ما ابدا الفيديو ده احنا عاملينه يعني عشان البنات اللي كانت طالبه مني حاجات اقل من 50 جنيه. ممكن تقدري تشتري ميك اب باقل من 50 جنيه، وتقدري كمان تعتني ببشرتك باقل من 50 جنيه. كل الحاجات اللي انا هوريها لكم دلوقتي، في حاجات منهم اقل من 50 جنيه بكتير، وفي حاجات ب50 جنيه. ان شاء الله تستفادوا من الفيديو ده واقدر افيدكم على قد ما اقدر. وفي حاجات انا مشترياها من الصيدليه برضك، حاجات مفيده جدا للبشره وعنايه بالسنان. يلا بقى بينا نبدا الفيديو. اول حاجه هبدا بالميك اب. هقول لكم في بتاعت منتجات ان الاقلام بتاعت الحواجب. دي القلم من دولت ب5 جنيه، طبعا فيها درجات، في رقم 2 وفي رقم 3. الاتنين ده الفاتح والتلاتة ده الغامق. وفي هنا برضو اللي هو قلم التحديد كنت متكلمه عليه. كل الحاجات دي اغلبيتها كنت متكلمه عليها قبل ما تقفلوا الفيديو، يعني ما تقفلوش تمشوا من القناه. تخشوا على الديسكريبشن بوكس تحت هتلاقي كل الحاجات دي انا اغلبيتها عامله عليها ريفيوهات، عشان لو حابين تشتروا اي حاجه تشوفي الريفيو كامل، وايه الحاجات اللي ما عجبتنيش وايه الحاجات اللي عجبتني. تمام. ده حوالي من 5 ل7 جنيه عشان انا بشتري قلتلكم بالعلبه. وده الديب لاينر بتاع برضك بحوالي ب35 جنيه. ده بلاك اللي هو اللي بترسمي بالايلاينر، لو حابه برضك تحطي منه تحت عينك حلو جدا برضو. وده قلم برضك من الكحل، ده بحوالي 5 جنيه. وده الكحل بتاع ميبلين، ده بحوالي 45 جنيه 50 جنيه بالكتير على حسب، لاني مش عارفه السعر كويس، هو من حوالي 45 ل50 جنيه. وهنا برضك عندي الكونتور كنت عامله عليه ريفيو قبل كده، بس الغطا بنتي كسرته. ده اللي كان مكتوب عليه فونديشن 3 كولرز. تمام. ده رقم 2 برضو كنت عامله عليه ريفيو، برضو كل حاجه هسيبها لكم تحت، ما تنسوش تتفرجوا عليه. حوالي 45 جنيه 50 جنيه، طبعا على حسب المنطقه وبيختلف من مكان لمكان. في مكان ممكن تلاقيه ارخص سنه، يعني ممكن تلاقيه ب35 في الرينج ده، على حسب المنطقه اللي انت قاعده فيها. عندي هنا بودر حواجب، في بتاعت وفي عندي بتاعت سارة روز. اللي عجبتني بتاعت سارة روز البني لان حلوه جدا، دي رقم 1. ودي بتاعت هما الاتنين بحوالي 45 جنيه. اللي هي الرموش بتاعت ريد شيري كنت جايباها في الديسكاونت، كان عليها سوري ديسكاونت يعني. هي كانت ب60 جنيه، جبتها ب50 جنيه ساعتها، كان على سوقكم. فانا في ساعات بتنزل في السعر، يعني ساعات بتبقى ب50 جنيه وساعات بتبقى ب60 جنيه. والصمغ بتاع الرموش اسمه ديو، ده برضو ب50 جنيه. وطبعا بيختلف، يعني انا بجيب من سوقكم ساعات بيغليه، ساعات بيبقى ب60 وب70 جنيه، بس اخر مره اشتريته ب50 جنيه. وعندنا هنا الكونسيلر، طبعا في حاجات رخيصه وبراندات كمان، يعني انت ما تروحيش تشتري الكونسيلر ما يكونش براند وعندك البراند بنفس السعر. يعني ده كنت جايباه ب30 جنيه، دلوقتي ممكن يكون ب45 جنيه، يعني مش غالي. ده ستيك، ده رقم 6 زي ما انتوا شايفين كده، هو من ايسنس وحلو جدا يا بنات، وينفع كمان للاستخدام اليومي. البرايمر بتاع لونا، بصراحة انا مش عارفة سعره بالظبط، بس هو مش هيعدي 50 او 55 جنيه على ما اعتقد. وكمان هنخش بقى ونقص المسكرة دي من اوريفلام ذا 1 الحمراء، حلوة جدا وكانت حوالي 50 جنيه. ممكن بقى بتختلف من شهر لشهر. نخش بقى على المرطبات بتاعة الشفايف. المرطب ده بحوالي 45 جنيه او 45 جنيه، في الرينج ده مش هيكون اغلى من كده. البليستكس ده تحفه يا بنات، فيه نسبه حمايه للشفايف، ما يخليكيش شفايفك تسود. طبعا كل اي حاجه اتكلمت عليها الحاجات تحت زي ما قلت لكم اتفرجوا عليها. هيبقى مفصله جدا وقايله السلبيات وقايله الايجابيات بتاع كل حاجه، فدي حلوه جدا وبترطب الشفايف.
وتحسي كده ان شفايفك فيها فوليوم، يعني ايه، البنات اللي بيحبوا شفايفهم اللي هي تبقى كبيره شويه دي بتدي فوليوم للشفايف. دي اسمها زي ما قلت لكم بليستيك مرطب لابيلو. ده برضك بحوالي 35 جنيه. وكمان الفوزلين ده الجبار بصراحه، ما اقدرش استغنى عنه. فوزلين تحفه تحفه للشفايف، ما يخليكيش شفايفي كده مقشره وشكلها مش كويس. الفوزلين ده جميل جدا، كان بحوالي 50 جنيه، كنت جايباه من سعودي بس عجبتني ورخيصه جدا، قلت اجيبها لكم من ضمن الحاجات اللي هي بتاعه اقل من 50 جنيه. وطبعا هجربها معاكم. اللي عجبتني اللي هي طريه، مش يعني في حاجه كمان من براند ما تبقاش بالطري ده، يعني بصي طريه ازاي، في حاجات بتخبطيها في الحته ترجع معاكم وكمان بتكون براندي يعني. بصي شايفينها طريه جدا، فان شاء الله هستخدمها واقول لكم ايه رايي فيها. عند براند كيلي اللي هو البراند ده، تمام. دي كنت جايباها بحوالي 10 جنيه، يعني مش غاليه. مش لازم تجيبوا الحاجات اللي هي الغاليه، الحاجات اللي انا جايباها من الصيدليه حاجات عنايه ببشرتي وحاجات كمان عنايه بالسنان. حاجه الجيلوسيد ده انا جايباه للرجل، بيخلي الرجل ناعمه زي البيبي كده، كل يوم تحطيه بالليل على رجلك او تلبسي شراب هيخلي رجلك جميله جدا. ده كان بحوالي 20 جنيه او اقل كمان. سوفت انت عارفين ان انا ما اقدرش استغنى عنه. الصغير كان بحوالي 10 جنيه، يعني مش غالي. لو مش مقدرتك تجيبي الاكبر شويه هاتي هو 10 جنيه. وده ده ب33 ونص. يعني في حجمين، في كمان 3، في اللي هو بحاجه و60 جنيه. مش لازم تجيبي الكبير لو مش مقدرتك. في ب10 جنيه، وفي ب23 جنيه، في ب33 ونص، في ب63 جنيه. وفي كمان هنا الفيستا كورت، طبعا مهم جدا لاي بنت عامه. حلو جدا، لازم تخليه عندك على طول، لان احنا بيظهر لنا حبوب فجأة كده. يعني حطي المرهم ده بالليل قبل ما تنامي بس على الحبايه فقط لا غير، عشان في كورتيزون وما تستخدموش اكتر من 5 ايام عشان غلط. الكريم بتاع بنسينول ده حلو جدا، بديل ببنسين اللي انا كنت بستخدمه، وده بحوالي كان في حدود 10 جنيه او 12 جنيه. وحلو جدا يا بنات ومش غالي. يعني انتي لو مش حابه تجيبي نيفيا سوفت هاتي بنسينول، جميل جدا ومرطب جدا للبشره. ممكن كمان تستخدميه صبح وبالليل. وكمان كنت جايبه من الصيدليه البتاع الوهمي ده تحفه يا بنات، ده ب30 جنيه. ده بتاع الضوافر اسمه نيل 15. ده بتحطيه نقطه بالليل على ضوافرك، بتخلي ضوافرك ما تتكسرش. وان شاء الله هعمل لكم عنه ريفيو مفصل لان هو فعلا محتاج ريفيو عنه. ده برضو بحوالي 30 جنيه. دي طبعا انت هتستغربوا ان هي بتاعت الاطفال، بس انا فعلا بستخدمها لان هي بتدي نضاره للبشره. هتقولوا ازاي؟ هقول لكم ان هي بتتاخد عن طريق الشرب، باخد منها 6 نقط. حلوه جدا ومفيده جدا، جربوها وقولوا لي رايكم ايه، بس مع الاستمرار. بس فعلا بفرق في بشرتكم جميله جدا. دي مكتوب عليها سي فيت، اللي هي تقولي له عايزه سيرم سي. سيرم سي بتاع الاطفال ده بحوالي 12 جنيه ونص. وهقول لكم يا بنات على حاجه سحريه بجد، حاجه وهم. لو حابين ريفيو مفصل او شرح مفصل عن الحاجه دي قولوا لي. ان هتكلم دلوقتي عن املا. طبعا اغلبيه البنات مش عارفينه او عارفينه بس مش عارفين استخدامه. ده املا مخدر بتستخدميه للعنايه يعني الشخصيه او المناطق الحساسه. استخدمه مع السويت، حلو جدا. لو عايزين ريفيو مفصل يا ريت تكتبوا لي تحت. ده بحوالي 12 ونص. العلبة حوالي ب60 جنيه، فيها 5. الصبغة دي بودر بتاعة تشقير. في ناس بتستخدمها للحواجب وفي ناس بتستخدمها للشعر. ده الكيس ب5 جنيه. يعني انت ممكن بدل ما تشتري اللي هي جولي ايفا ب25 جنيه ممكن تشتري ده وخلاص مع الاكسجين، يعني هيكلفك كله على بعضيه 9 جنيه وخلاص. عشان لو مش مقدرتك تجيبي جولي ايفا ب25 جنيه. كل فريش القطرة دي يا بنات تحفة للعين، فظيعة فظيعة بجد. وكمان بالنسبة للبنات اللي بتلبس لينسز على طول زيي بجد وهمية بطريقة فظيعة، بتشيلك الاحمرار والشوائب وكل حاجة. دي بحوالي 30 جنيه. دي بتاع الضوافر. النوعين دولت يا بنات حلوين جدا ومش غاليين. الصاجة بتاعت بايجن دي بستخدمها للحواجب، بتقعد معايا اسبوع على حواجبي عشان اكني عامله تاتو يعني، او ليا هير باي هير ان انا
محطش على حواجب اي برودكت ولا اي حاجه، بس اكني بصراحه رسمه حواجبي حلوه جدا. دي رقمها 37، دي بني غامق، طبعا في درجات. طبعا انا قايله لكم كل حاجه عشان انتوا تدلعوا نفسيكوا وتظبطوا نفسيكوا، يعني في حاجات حلوه جدا، ممكن تستفادي باي حاجه من اللي انا جايباهم يعني. ده حجر المسك، طبعا معروف، ده ب5 جنيه. ده يا بنات وهم في تعطير جسمك والمناطق الحساسه. هعمل بيه وصفات جميله جدا لتعطير المناطق الحساسه، ان شاء الله تستفادوا منها قريب. ده ب5 جنيه، انا جايبه الاتنين. طبعا في منه ده بالمسك، في منه باللافندر، في منه بحاجات تانية، بس انا بحب المسك لان ريحته في المخمريه بيكون تحفه. الفازلين ده انا بستخدمه على طول كترطيب بايدي بعد الصلاه، او بعد ما بغسل المواعين او كده، او عامه ما بحط ايدي في الميه. حلو جدا، بيرطب الايد، ما بيخليهاش ناشفه اللي هي مقشفه دي، ومبيخليهاش اللي هي تبقى عامله زي الايد العجوزه. فلا، الفازلين بصراحه وهمي جدا في الترطيب في الشتاء بالذات. الشتاء هو فازلين في الايد على طول والرجل مع الجلوسيت طبعا. اللي هي الحاجات دي، طبعا الحاجات دي عناية بسنانك، ما تنسيش سنانك، يعني احنا بنهتم بكل حاجه. وفي ناس بتبقى بيرفكت من بره وواو بقى وكل حاجه تبص على اسنانهم. اهم حاجه برضو يا بنات، زي ما بتهتمي ببشرتك، زي ما بتهتمي بشعرك بجسمك بريحتك، لازم تهتمي برضو بسنانك. جايبه الباودر بتاعه السنان اللي هي اسمها سموكرز، اللي اسمها سموكرز. دي بحوالي ب15 جنيه، في منها انواع بس انا حابه باللافندر. لا سوري يا بنات، مش باللافندر، سوري، بزيت القرنفل، لان انا اصلا بحب زيت اللافندر فعلى طول تلاقوني بتلخبط. ده بزيت القرنفل. وجايبه اللي هو معجون ديبرنت، جميل جدا، بستخدمه مرتين بس في الاسبوع. ده بحوالي 22.5 او 25 جنيه. وجايبه برضو اللي هو الخيط بتاع السنان، حلو جدا جدا. الجهاز ده طبعا معروف جدا، ان شاء الله هعمل لكم عنه ريفيو، بس هو في حاله لسه بجربه يعني، فبقاله معايا حوالي شهرين، بس انا مش عايزه اديله رايي دلوقتي لاني عشان ما اظلموش معايا. بيجي معايا حاجتين زي دول، زي المعجون كده بريحه الجريسلين، وده الباور بتاعه، ان شاء الله هعمل عنه ريفيو مفصل. وكمان عشان تكملي بقى ريحه سنانك تكون جميله ويكون ريحتها حلوه وريحه بقك حلوه، استخدم ده من مايا واي، اسمه جود سمايل. ده بحوالي 15 جنيه برضك بريحه القرنفل. قلت هجيبه بريحه القرنفل عشان بستخدم اللي هي الباودر برضك بالقرنفل. الزيت ده يا بنات وهمي جدا، سواء بقى لبنوتك سواء بقى لابنك او ليكي، جميل جدا بمعنى الكلمه، لان هو اصلا خالي من البرافين خالي من البرابين والبرافين. وكمان في فيتامين ه. ده بحوالي 17 جنيه، وبيختلف من منطقه لمنطقه، في 16 جنيه ونص وفي ب17. جربوه وبصراحه مش هتندموا. البرفيوم بتاع فا اللي هو السبراي طبعا خلص من عندي، ده بحوالي 25 جنيه. حلو جدا وريحته هاديه جدا جدا فوق ما تتخيلوا. ريحته كده، عارفين اللي هي ريحه رومانسيه كده، ريحه هاديه زي ريحه الورد كده. جربوه، حلو جدا للبنات برضك اللي عندها حساسيه زي كده. حلو برضو لان اصلا ريحته مش قويه، يعني ريحته ما تخليناش ان احنا منقدرش نتنفس او الكلام ده، فحلو جدا برضو. انا بقى جايبه لكم المناديل دي معايا لان انا مش بستخدمها لبنتي يعني هو انا بستخدمها ليا، بمسح بيها الميك اب. لو انا مكسله اقوم اغسل وشي او الكلام ده، طبعا في الشتاء بنكون بنكسل نقعد قدام تحت الميه كتير يعني وكده، فبمسح بمناديل الوايبس وبعد كده اغسل وشي عشان يكون الاسهل يعني ليا. فدي بستخدمها اللي انا اشيل بيها الميك اب. السبراي ده حلو جدا من ارماف، ده بحوالي 50 جنيه، وبيختلف برضك من منطقه لمنطقه. في ناس بتجيبه ب65، في ناس بتجيبه ب55، وفي ناس بتجيبه ب50 على حسب المنطقه اللي انتي موجوده فيها. العطر ده جميل جدا، او السبراي ده جميل جدا بالذات لو حطيتيه على هدومك، فظيع فظيع بجد، بيثبت يعني، مش اللي هو تحطيه ويروح، لا بيثبت في هدومك ممكن يومين تلاتة يعني. انا ساعات ما بحبش احط كتير، فبحب احط من ده جوه كده، جميله كده وشكلها كيوت كده، شكلها بناتي. الفرشه دي مش براند، دي فرشه فاونديشن على طول طبعا بستخدمها، مكتوب عليها لا. دي كنت جايباها بحوالي 50 جنيه، كنت جايباها من سوقكم.
حلوه جدا والله، وبغسلها كذا مره وبتتهري معايا. يعني بصراحه احسن من اي فرش براند، بصراحه انا شايفاها كده، دي من وجهه نظري. لان انا يعني انا بغسلها كل اسبوع يعتبر او كل اسبوعين، فلو هي وحشه معايا كان زمانها الشعر بتاعها اتشال او وقع مني. لا بجد فظيعه. حلوه جدا في دمج الفونديشن. دولت بقى الفرش اللي انا بستخدمهم استخدام شخصي. حلوين جدا يا بنات والله. يعني انتوا مش لازم تجيبوا الفرش الغاليه، هاتوا على قد مقدرتكم. كنت جايباها بحوالي 50 جنيه. 12 فرشه. بس هي عيبها ان بتتفك منين العصايه بتاعتها بس بتتفك، لكن اهم حاجه عندي ان الفرش من هنا حلوه، لكن العصايه دي بتتلزق عادي. اما حاجه الفرش دي بتبقى جميله. ده كان الفيديو النهارده، يا رب ما يكونش طولت عليكم، بس انا حبيت بصراحه ان انا افيدكم. لو انتوا برضو كنتوا حابين تشتروا حاجه مش عارفين سعرها، وحاجات ان هي مش غاليه وبسيطه، فانا بصراحه حبيت افيدكم، وحبيت اقول لكم على الحاجات اللي انتوا ممكن تجيبوها باقل من 50 جنيه، وفي حاجات كمان ب5 جنيه، في حاجات ب10. فعلى حسب انت مقدرتك ايه، مش لازم تجيبي الحاجات الغاليه. اهم حاجه تكوني مقتنعه بالحاجه اللي انت هتجيبيها. وبس كده، وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، ما كنتش طولت عليكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. وقبل ما تقفلي الفيديو بليز ما تنسيش تدعميني بلايك والشير. لو انت اول مره تشوفي قناتي بليز اضغطي على زر الاشتراك وفعلي زر الجرس عشان اي فيديو انزله يجيلك على طول. ويلا باي باي.